لكل عروسة بتتجهز، ولكل أم بتجهز بنتها، وكمان لكل بنوتة عايزة تشتري هدية لمامتها في عيد الأم. تعالي أقولك هتجيبي لها إيه. أهم حاجة في أساسيات المطبخ وهي الخلاط. النهارده بقى أنا وفرت عليكي التعب ده كله وجايبالك معايا الخلاط اللي تشتريه. إيه هو بقى الخلاط؟ هو رافال. رافال هو الخلاط اللي أنا جايباه النهارده، ولازم تسألوني وتقولوا لي أهم نقطة، طب اشمعنى يا شيف عظيمة خلاط رافال؟ أقول لكم بقى ليه. لازم تحطوا في الاعتبار 8 حاجات وانتوا بتشتروا اي خلاط. 8 حاجات. تعالوا بقى بينا نشوف يا ترى رافال هيوفر لنا ال8 حاجات دول ولا لا، والحكم ليكوا انتوا في الاخر. اول حاجه خدمه ما بعد البيع. يعني ايه؟ يعني يبقى ليهم ارقام، ودي هنزلها لكم على الفيديو ان شاء الله، علشان اتصل بيهم اسالهم واستفسر عن اي حاجه، ده موجود مش موجود، الاقي حل لمشكلتي ولا لا، الاقي ناس ترد عليا. تاني حاجه وهي ايه؟ هي قطع الغيار. طيب رافال بقى هنا الحقيقه ما شاء الله تبارك الله يتميز عن غيره ان كل قطع الغيار لكل منتجاته متوفره وبوفره. طيب نيجي بقى لثالث حاجه وهي اهم حاجه، هي ايه؟ السعه اللتريه. طيب كل ما تجيبي سعه لتريه اكبر كل ما تبقى بالنسبه لك مريحه اكتر وعمليه معاكي اكتر. يعني السعه اللتريه هنا معايا 2 لتر، يعني يكفي ما شاء الله عصير لاسرتين، يعملي 8 كوبايات عصير كبار. طيب نيجي نتكلم عن خامه الشفشق نفسه. الشفشق هنا معمول من الاكليريك، ودي برضو حاجه مهمه جدا. يعني ايه؟ يعني ضد الكسر. طيب نشوف كده. طبعا انا مش هجرب ده وبس، في تجارب كتير عملوها ناس كتير تقدروا تشوفوها في الريفيوهات بتاعتهم، لكن انا هنا باكد لحضراتكم حاجه واحده بس، باكد لكم ان الاكليريك ده مش انا بس اللي ضمنته، لا دي الشركه اللي ضمناه لكم بضمان 10 سنين على الشفشق ده. 10 سنين يعني هي ضامنه لكم ان انتم ما يبقاش عندكم اي مشكله ان شاء الله. طيب نتكلم بقى بعدها عن حاجه وهي دي اللي تودينا للضمان. الضمان الخامس حاجه دي معايا وهي اهم حاجه. ايه هي؟ ضمان 10 سنين على الشفشق، ضمان 3 سنين على الخلاط نفسه، ودي حاجه مهمه. سادس حاجه بقى وهي بالنسبه لي الشفرات. الشفرات دي يا جماعه من الستانلس، يعني معناها ايه؟ انها تكون قويه حاده، تكون ان هي لما مهما حطيت فيها من شغل او من حاجات تقيله او من تلج او ما لقاهاش تتلم، ما لقاهاش تبوظ مني مع الوقت. الكلام ده مش متاح خالص مع رافال. طيب نتكلم على سابع حاجه وهي الواطات. هو عندي هنا كام واط؟ عندي 1800 واط. يا جماعه انا بشوف ناس وبجد انا بزعل قوي لما بلاقي حد كاتب على المنتج بتاعه انه 3000 و4000 و5000. مفيش خلاط كده في الدنيا، هي مش عربيه، ده خلاط. يعني احنا الحمد لله ممكن يبقى فيه اقل لكن مفيش اعلى من 1800 واط. تامن حاجه بقى دي وانا عايزه اقولها لحضراتكم، دي حاجه مني ليكم، من شفا عظيمه لكل متابعيني الكرام. اسمحوا لي اقولها لكم، حاجه مش هيقولها الا حد فني او حد فاهم في الخلاطات. الموتور بتاع الخلاط لازم يكون معظمه بيبقى من الالومنيوم. احنا هنا بسم الله ما شاء الله الموتور عندنا من النحاس. يعني ايه من النحاس؟ يعني اهري في الخلاط ده بالساعتين والثلاثه متواصل شغاله عليه، يعني ينفع لاصحاب المشروعات الصغيره، ينفع جدا اهري فيه واشتغل فيه، مش هيتعب معايا، مش هيقول لا. وعارفين في ميزه حلوه كمان، في ميزه ان هو لما بيسخن ويوصل لمرحله من الشغل في حته فصل لوحده اوتوماتيك، يفصل يسكت فجاه يبرد يروح نشتغل تاني. ودي ميزه رائعه يا جماعه ان احنا نحافظ بيها ان خلاطنا ده ما يتحرقش، ويكون كمان على طول السنين بتاعته. يعني هي الشركه لما تديني 10 سنين، هي الشركه يعني مش حاسبه ان هي ممكن يحصل حاجه لا قدر الله، لا طبعا. عشان كده هي بتقول لي انا ضامنه منتجي 100%. رافال يا جماعه من المنتجات الرائعه، صنع في مصر ولكن هو يعد من منتجات المصريه وهو فخر للصناعه المصريه. شكرا ليكم رافال، يا رب اكون فدتكم. تعالوا بقى اوريكم فيديو تاني عمليا الخلاط القمر ده هيعمل معانا ايه. يلا بينا. استنوا بس، رايحين فين؟ نسيت اقول لكم اهم حاجه، عندهم طحان مش ممكن، هي صغيره ونص لتر بس ايه، جباره جباره. تعالوا بقى.